صباح الخير على كل صحابي وحبايبي الحلوين. النهارده جايه لكم فيديو جديد، اتمنى الفيديو يعجبكم. عايزاكي بس لو انت اول مره بتشوفيني تخشي تلفي في القناه لفه كده، ولو عجبتك تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وعايزاكم بقى تشجعوني وتحمسوني بلايكات كده. انا بشكركم طبعا على كل اللايكات الجميله اللي حطيتوها على الفيديو اللي فات، وكل تعليقاتكم الحلوه اللي انتوا كتبتوها لي. ربنا يخليكم ليا وما تحرمش من محبتكم ابدا. النهارده بقى احنا هنعمل فيديو حلو جدا. فيديو ما فيهوش اي تعب ولا اي مجهود. احنا هنحافظ على نظافة البيت، وهقول لكم على حاجات كده تعملوها. لو عملتوها بيتك هيفضل نظيف ومرتب طول الوقت. بصوا، اول حاجه انا عملتها زي ما انتوا شفتوا كده، انا رحت عملت فنجان قهوه كده، وكان عندي كيكه كانت بنتي عاملاها بس ما صورتهاش بصراحه. فشربت فنجان القهوه بتاعي انا وجوزي، وكلنا معاه حتتين كيكه كده. وبعدين دخلت على اوضه الولاد. قلت اروقها، هي كانت نظيفه ومغيره الملايات وكل حاجه. بس قلت اخش ارتبها معاكم كده واوريكم الروتين بتاعي اليومي بيبقى عباره عن ايه. بصي بقى، هقولك على عادات يومية أنا بعملها. حاجات بعملها أول ما بفتح عيني من النوم. أول حاجة بعملها إن أنا بروق سرير أوضتي وأخش على أوضة ولادي، أروق السرير بتاعها. مش لازم طبعا كل يوم نغير الملاية، لكن على الأقل مرتين في الأسبوع. فأنتي عشان تحافظي على نظافة البيت كده كل يوم، تقومي من النوم تروقي أول حاجة سريرك، وبعد كده سرير ولادك. تعطري لهم الأوضة، تشغلي المكنسة، تهولهم الأوضة كده. دي حاجات لو عملتيها كل يوم هتطلعي الطاقة السلبية اللي في البيت، وانت كمان هتتحمسي وتتشجعي لمجرد ان انت عندك اوض الولاد او اوضتك واوضه الولاد بقت نظيفه. بالنسبه للصاله بقى او للريسبشن عندك، انت طبعا المكان اللي انت بتقعدي فيه طول النهار ده بيبقى التنظيف بتاعه ما بيخلص. فانت مش هتفضلي طول النهار كل ما حد يرمي حاجه او يوقع حاجه هتلميها وراه. انت هتقومي من النوم الصبح تروقي اوضك، وبعد كده تطلعي على الصاله عندك او الريسبشن رتبيها وشغلي المكنسه بتاعتها، وايه المكنسه عليها وكده. وبس خشي على مطبخك بقى واعملي اللي وراكي. الدنيا اتبهدلت في المكان اللي بيقعدوا فيه، سهل جدا التنظيف، ومش لازم انت اللي تنظفيها، تقدري تخلي ولادك ينظفوها وتعوديهم على كده. لو عودتي ولادك ان المكان اللي انتوا قاعدين فيه لازم تنظفوه، لو انتوا بهدلتوه هيحافظوا عليه والمكان دايما هيبقى نظيف. بس انا اللي بعمله كل يوم، بقوم من النوم الصبح اروق اوضه ولادي او اروق اوضتي الاول وبعدين اوضه الولاد، وبخش على طول على المطبخ. ساعات بقى بيبقوا مثلا لسه نايمين وانا صاحيه قبليهم، فبضطر اخش المطبخ اخلص الغدا على ما هم يقوموا. اول ما بيقوموا يفتحوا عينيهم معودهم على حاجه بيعملوها. ايه هي الحاجه؟ ان هم اول ما يفتحوا عينيهم البنتين الاتنين والاوضه ما يبقاش فيها حد نايم، يفتحوا شباك الاوضه. هغير الملايات بخليهم هم يلموها لي. في قلعوا هدومهم أو حاجة، أول حاجة بيرجعوا يعملوها لازم يعلقوا هدومهم في أماكنها، والهدوم اللي مش نضيفة يحطوها في الغسالة. فالحاجات دي علميها لولادك، علميهم ما يرموش منديل في الأرض، ما يرموش ورقة مش في مكانها، الكتاب بتاعهم اللي يخلصوه يرجعوه يرجعوه مكانهم في الدرج اللي انت مخصصاه ليهم. ما تبقاش بقى الدنيا هايصة وسبهللة كده، وتمشي تتكعبلي في منديل وتتكعبلي في كتاب وتلاقي الدنيا مبهدلة معاكي. لا، لو عودتيهم على النظام هيطلعوا ناس منظمين. انا عندي ولادي لو هم دخلوا اي مكان مش نظيف بحس ان هم تعبانين ومتضايقين. ليه؟ لان هم اتعودوا ان هم المكان اللي بيقعدوا فيه لازم يبقى نظيف. بس انت طبعا العادات دي لو انت عملتيه، لو ولادك حسوا ان انت بتعملي الحاجات دي كل يوم، او على الاقل انت عايزه كل حاجه تبقى في مكانها، هيخافوا يبهدلوا عشان عارفين لو بهدلوا انت هتزعقي. بس فانا دلوقتي انا نظفت الاوضه بتاعتهم، ودخلت على اوضه النوم بتاعتي، ظبطت الملايه بتاعتي، ظبطت الكوفرته. المفروض ان احنا بنتغطى بالكوفرته، بس الجو بالليل بيبقى فيه لسعه هوا كده، فجوزي مش حابب الكوفرته بصراحه، فقال لي طلعي لي حاجه تكون تدفي وما تكونش تقيله. فطلعت بصراحه دفايه الولاد دي، الدفايه دي تقيله وجميله جدا. بجيبها بقى وبفرشها على السرير كده نتغطى بيها بالليل. جوناثان هنا بيديكوا بوسه وبيقول لكم ازيكم. وطبعا كالعاده ما ينفعش يشوفني شغاله فيديو وما يخشش يقول لكم ازيكم. بس خلصت السرير بتاعي، التسريحة بتاعتي رايقة ونضيفة وكل حاجة، بس في حاجات مش مرتبة بدأت أرتبها وأشيل أي حاجة ملهاش لازمة على التسريح. بس عايزة أقولك بقى لو تعبتي ومش لاقي حل جمدي قلبك كده، أي حاجة ملهاش لازمة عندك ارميها على طول وتخلصي منها. اتخلصي من أي كركبة. يعني مثلا أنا عندي مثلا بنتي الصغيرة خلصت امتحانات أخيرا نشكر ربنا. فأول حاجة باعملها بالِم الكُتب بتاعتها وبافضّي الدرج بتاعها، وبنستخدمه في حاجة تانية. أي حاجة بقى شنطة المدرسة، هدوم المدرسة، الحاجات دي بتتشال. ف باشيلها مكانها طبعًا، الكُتب والحاجات اللي ما لهاش لازمة على طول باتخلّص منها وارميها.
عندِك بقى كركبة في أي مكان أيًا كان، اتخلّصي منه وفضّي على نفسِك الدنيا، هتلاقي الدنيا أسهل معاكِ وهتحسّي إن أنتِ شقتِك نضيفة ومرتّبة وشغلها بسيط. عايزة أقول لكم على حاجة كمان، لو جينا نفرّق بين 2 ستات، واحدة بيتها نضيف ومرتّب والتانية برضه بيتها نضيف ومرتّب، بس في واحدة طول اليوم بتبقى مشغولة ومهدودة في البيت وبتيجي على آخر اليوم مش قادرة تقعد وبتبذل مجهود كبير جدًا و وبتحس بتعب، والتانية بتقوم الصبح بدري تخلّص اللي وراها وتقعد مرتاحة طول اليوم، فده الفرق بين الست اللي بتبذل مجهود، اللي بتبذل مجهود دي ما بتبقاش مرتبة أولوياتها ولا مرتبة هي هتعمل إيه، بتقوم اللي تنضفه هنا تلاقي ولادها وسخوه، تخش الأوضة هنا مش قادرة تكمل تخش الأوضة التانية، فتحس إن هي إيه بتلف حوالين نفسها طول اليوم. لكن الحاجة اللي أنتِ لو عايزة تعمليها فعلًا عشان تبقي زي الست المرتبة اللي بتخلّص شغلها في وقت قصير وبمجهود أقل، دي بترتّب أولوياتها، بتعمل اللي وراها، بتبقى عارفة هي قايمة هتعمل إيه، أنا هاقوم هاروّق الأوضتين وبعدين هاخش على الحمام أنضّفه واغسل الحوض والقعدة بتاعة الحمام والحاجات دي وخلاص. بالنسبة للصالة ترتيبها سهل، هاخش إيه المطبخ أعمل الأكل اللي ورايا وأي حاجة تتوسخ منّي أغسلها بسرعة، فهالاقي دايمًا الدنيا حواليّا نضيفة وبيتي ما فيهوش إيه كركبة ولا بهدلة. بس فأنتِ اللي تعمليه إنِّك ترتّبي أولوياتِك، وترتّبي أنتِ هتعملي إيه، عشان خاطر ما تحسّيش إن أنتِ طول النهار بتجري ورا نَفْسِك. بُصّوا بقى هنا الكيلو الورق العنب ده كان جاي لنا هدية من واحد حبيبنا. المهم جاب لنا كيلو ورق عنب، ورق عنب جميل جدًا، 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 الورقة ناعمة وجميلة زي ما أنتم شايفينها كده. مسكته جِبت مراته برضه، يعني ما سِبتهمش يعني ما سِبتوش هو يجيب لي ورق العنب وقُلت له: "شكرًا." لأ، قُلت لها: "تعالي اعملي معايا." قعدت معايا ومسكنا ورق العنب رتّبناه بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، بقيت أجيب ورقة كبيرة واسيب العنقود بتاعها واقطع الباقي واحط كل واحدة عكس التانية وإيه وارصهم فوق بعض ويبقوا عنقود زي ما أنتم شايفينهم كده. ده بالنسبة لو أنتِ هتفرّزيه، لكن أنا هو كان كيلو، هو بصراحة أنا شِلت نُصّه في الفريزر وعملت نُصّه، وهنعمله مع بعض دلوقتي. بس أهم حاجة تفرديه في الكيس كويس جدًا وتطلّعي الهوا منه وإيه، وتحطيهم مرصوصين عدل كده فوق بعض في الفريزر. بس عملت 3 أكياس كده حطيتهم في الفريزر والباقي هنعمله مع بعض. بس عايزة أقول له أوجّه له رسالة شكر من هنا وأقول له شكرًا يا كبير، ما نتحرمش منّك وشكرًا على ورق العنب والخضرة كانوا جُمال جدًا، وكانت أكلة جميلة ما نتحرمش منّك، عايزين المرّة الجاية بَط بقى، اوعى تنسى. المهم يعني خلّصت طبعًا ورق العنب أنا عملته بالليل، ده كان تاني يوم الصبح بقى، قُمت الصبح عملت إيه، قُلت لازم نعمل المحشي بقى، ما ينفعش يبقى عندنا ورق عنب ونسيبه بقى يبوظ في التلاجة أو نركنه يوم و2 لأ، وهو طازة كده لازم نعمل منه أكلة. عايزة أقول لكم إن أنا عملته بجد كان طعمه جميل جدًا، جدًا، من أجمل ورق العنب اللي كلته. المهم أنا باعمل إيه، باخرّط بصلة واشوّحها كده في معلقة سمنة على طبعًا حبّة زيت، المحشي بيحب الزيت أكتر من السمنة. أو أي رز عمومًا، الزيت بيخلّي الرُزّاية مفلفلة معاكِ وحلوة، لكن لو حطيتِ سمنة الرُزّاية بتبقى ملزّقة كده وما بتلمعش وما بيبقاش طعمها حلو. المهم حطيت زيت على سمنة وضربت عصير الطماطم بتاعي حطيته، حطيت مكعب مرقة خضار، وطبعًا أنتم عارفين أنا باحط إيه في الأكل بتاعي خلاص أنتم حفظتوا، بس بالنسبة للناس الجديدة أحب أقول لكم بقى إن أنا باحط في المحشي ال7 بهارات وملح وفلفل وشوية بابريكا، ما باحطش أكتر من كده، وباحط فص توم صغير مع خلطة المحشي بتدّيها طعم جميل جدًا. بس جهّزت الخلطة وركنتها على العين البعيدة، وقُلت بقى إيه، نسلُق فراخ مع بعض بقى. الفراخ بتاعتي أنا باتبّلها الأول باغسلها كويس جدًا طبعًا بليمون وخل وحبّة دقيق واسيبها منقوعة شوية، تشيلي الزفارة بتاعتها، وممكن تحطّي لو عندِك فلفل أسمر حبوب ارميه في المَيّة بيشيل الزفارة خالص. أنا بقى أنا عملت لها محلول النقع دوّة حوالي ساعة، وبعد كده نضفتها من المَيّة بتاعتها، وخدتها رشيت عليها فلفل أسمر وإيه وعصرة ليمونة، وبعد كده بدأت أشوّحها في السمنة كده، ونزلت عليها بالتوابل بتاعتي. التوابل برضه اللي باحطها في الشوربة للناس الجديدة، باحط فلفل أسمر، وباحط بقى واحدتين حبهان، قرنفل، روزماري، زعتر، باحط ورق لوري وطماطماية وبرضه فص توم، بتدّي فص التوم ده بيدّي نكهة في اللحوم والفراخ جميلة جدًا، جدًا. جرّبوها أنا ما كنتش باعملها بصراحة لسه عاملاها قريب وعجبتني جدًا. بس وباحب أحط مرق مكعب مرقة خضار لمّا أكون هاعمل محشي عشان الشوربة يبقى طعمها إيه تقيل وكده.
بس هنا بقى الصلصة بتاعة المحشي كانت اتسبكت، بدأت ايه، انزل عليها بالرز واحط الخضرة بتاعتي وخلاص كده ايه، هنقعد نلف المحشي مع بعض بقى. بصوا هو روتين بسيط كده، بس انا حبيت اديكم يوم من حياتي واعرفكم انا بمشي ازاي وبرتب يومي ازاي. عايزاكم انتوا كمان ترتبوا وقتكم وترتبوا يومكم، علشان ما تحسيش ان انتي طول النهار مش فاضية. بس لو انتي ظبطتي امورك صدقيني بيتك هيبقى على طول نظيف، هتيجي تنضفي هتلاقي المجهود قليل جدا جدا وبتعملي الحاجه بسرعه جدا. ده غير ان انتي لو خارجه قبل ما تخرجي هترتبي بيتك في ثواني. ليه؟ لان الدنيا والاساسات كلها نظيفه ومفيش كركبه مفيش زحمه، مفيش حاجات كتير تعطلني وتخليني اخد مجهود على ما اعمل شقتي. بس أنا بالنسبة لي دلوقتي أنا الشقة الحمد لله نشكر ربنا، كأنها لسه مفروشة في العيد. أنا كل يعني باقوم من النوم أروّق السراير، أشغّل المكنسة خلاص الشقة نضفت، ما فيهاش أي حاجة. لقيت مثلًا كتاب هنا، لقيت حاجة مثلًا بنتي ناسياها أو حاجة، باشيل الحاجة وارجّعها مكانها. وعندي ابني الحمد لله باشكر ربنا طبعًا، مش من النوع اللي بيكركب ويبهدل الدنيا ويقعد في مكان مش نضيف، لأ، لو لقى حاجة مش نضيفة على طول بيشيلها ويعدلها، ولو لقى حاجة واقعة في الأرض بياخدها يرميها في الباسكت. ممنوع يرمي حاجة في الأرض، اتعود على كده. فانتِ عودي ولادِك علشان خاطر ما تتعبيش وتحسي إن انتِ صحتِك بتضيع وانتِ بتعلمي، والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر. لو ما علمتيش ولادِك وهُم صغيرين انسي إن هُم يتعلموا لما يكبروا. بس دي حاجات بسيطة، أنا عارفة طبعًا إن أنتم عارفينها في بيوتكم وكلكم بتنفذوا الحاجات دي، وفي ناس أنا باقول الكلام ده للبنات الجديدة، البنات اللي لسه داخلة على حياة، البنات اللي هي عندها لسه بيبي صغير بتحاول تربيه أو بتكبره، إزاي تعلميه النظام عشان أنتِ ما تتعبيش وما ت ما تضيعيش وقتِك على الفاضي، يبقى ليكِ وقت ومجهود إنِك تقعدي حتى معاه وتعلميه حاجة مفيدة، بدل ما أنتِ طول الوقت هتفضلي تعلميه النظام والنظافة وأنتِ أصلًا في البداية ما علمتيهالوش. بس دي حاجات بسيطة كده قُلت أتكلم معاكم فيها النهارده. وعايزة أقول لكم بجد إن أنتم بتوحشوني جدًا، جدًا. أنا عايزة أقول لكم لو قعدت يومين 2 ما انزّلش فيديو، باحس إن أنا في حاجة ناقصاني وعايزة أتكلم مع حد، مع إن تعليقاتكم قليلة بس الناس اللي بتعلّق لي ربنا يخلّيهم طبعًا وما تحرمش من محبتكم أبدًا، وباحس فعلًا إن في ناس بتتكلم معايا. فده كفاية بالنسبة لي، وطبعًا كفاية مشاهدتكم الجميلة ليّا حتى لو ما بتحطّوش تعليق، عايزاكم بس تحطّوا لي لايك اوعوا تنسوه. فأنا باحس إن ليّا ناس وليّا عدد حلو جدًا، جدًا بيتفرّج عليّا الفترة دي، أنا باشكر ربنا عليه. هو طبعًا القناة ما فيهاش أي إيرادات ولا فيها أي نجاح لسه، أنا باتعب صدقوني على الفاضي، بس أنا باتعب علشان يبقى لي صحاب واخوات حلوين زيّكم كده، يشجعوني كده ويدّوني إيه، قبول على الحياة واحس إن الدنيا لسه فيها خير وإن الواحد يقدر يعمل اخوات وعيلة وأهل من ما فيش. فربنا يكتركم في حياتي كده وتفضلوا دايمًا سند وضهر ليّا، وأكبر بيكم وأعلى بيكم وتفضلوا أسرة وعيلة ليّا بتسمعوني وباسمعكم. بُصّوا بقى عشان ما نتوهش من بعض، أنا عملت إيه، الفراخ طبعًا بعد ما اتسلقت بشرت طماطماية، بشرت بصلاية، وحطيت عليها فلفل أسمر وشوية كمون، وحطيت عليها معلقتين كاتشب ومعلقة دبس الرمان ومعلقة سمنة قُلنا فلفل أسمر وكمون وبابريكا وبس كده، ال3 بهارات على بعض وقلبتهم مع بعض كده. عايزة أقول لكم إن الخلطة دي على الفراخ بتودّي الفراخ في حتة تانية خالص، وحطيت كمان معلقة خل. بتقلبيهم كلهم مع بعض كده، وتمسكي بقى قطعة الفرخة بتاعتِك تنضفيها من الجلد، وتشيلي بقى أي زيادات فيها، وتبدئي إيه تدهنيها من برّه كده. عايزة أقول لكم دي بقى لو اتحطت في الفرن وطلعت روعة، لو حمرتيها في زيت وهي كده برضه روعة. فاعمليها بالشكل اللي يعجبِك، بس حطي لها الخلطة دي وسيبيها فيها مثلًا إيه حوالي نُص ساعة كده قبل ما تقلي، أو قبل ما تحمّريها في الفرن. بس عايزة أقول لكم إنها هتطلع دلوقتي هتشوفوا جمالها. جميلة جدًا، جدًا، عجبت ولادي وعجبت جوزي جدًا، و وهُم بيحبوها يعني إيه، بيحبوا دايمًا التغيير في الأكل، فأنا باحاول أخترع أي حاجة بصراحة. طبعًا إحنا زهقنا كلنا من الفراخ المسلوقة أو الفراخ المشوية في الفرن، والفراخ المعمولة كنتاكي والحاجات دي، فإحنا الواحد بقى يغيّر فيها إزاي وفي أشكالها إزاي، إن هو بقى إيه، يبدأ يفكّر كده ويشوف إيه اللي ممكن يغيّر طعمها ويعمله. بس وربنا يرخيها، أنا ما أعرفش هي بكام دلوقتي لإن أنا جايبة بقى لي فترة بصراحة جِبت كذا فرخة وشايلاهم في الفريزر فباطلّع منّهم، كنت جايبة الكيلو على 75 جنيه تقريبًا، 70 أو 75 لأ كان 70، دلوقتي أنا ما أعرفش سعرها إيه بصراحة.
بس انا عايزه اقول لكم ان الحاجه في البيت بتنفع برضو. انت تقدري من مصروف بيتك لو انت بتاخدي مصروف بيت، بدل ما تفضلي مخلياه في ايدك وتفضلي كل يوم تنزلي تشتري اكل طازه بطازه، يعني مثلا هجيب كيلو لحمه النهارده، بكره هجيب نص كيلو لحمه مفرومه، بعده هجيب فرخه. لا، انت هاتي مثلا كميه فراخ معينه كده على حسب احتياجك وحطيها في الفريزر. هاتي سوري، هاتي 2 كيلو لحمه مفرومه مثلا، حطيهم انصاص في الفريزر يبقوا موجودين عندك. 2 كيلو لحمة مثلا قطعيهم وشيليهم على حسب اكلاتك برضو، يبقى الاكل عندي جاهز في الفريزر وكده. ما تبقيش بقى ايه في ايدك الفلوس وكل يوم عايزة تنزلي وتضيعي وقت في الشارع بتشتري فيه خضار وتشتري فيه اكل وتيجي تطبخي وهتحسي بمجهود وتعب جامد جدا عليكي. ده غير كمان ان الفلوس ممكن تصرف منك في الوقت ده في اي حاجة تانية ملهاش لازمة. فالحاجة في البيت بتنفع. هاتي اكلك وحاجتك وحطي اكلك في بيتك. في وقت ما تقومي من النوم وحاسه ان انت عايزه تعملي حاجه هتلاقي الحاجه عندك في الفريزر، هتطلعي وتطبخي على طول. بس انا بقوم من النوم الصبح بطلع الفراخ وببقى مش عارفه انا هعمل معاها ايه. صدقوني كل يوم بعمل كده. انا عندي حيره في الاكل جامده جدا، وبالذات ان جوزي بيحب النواشف قوي قوي، وعندي ولادي بيبقوا عايزين ساعات الاكل ايه يعني، مثلا عايزين صينيه بطاطس بالفراخ اللي هي فيها طماطم، هو ما بحبش فيها طماطم خالص. فبضطر ان انا اعملها ساده ما فيهاش طماطم، ومره اعملها طماطم واشيل الربع بتاعه كده واحاول احمره له تاني بعد ما اعمله في صينيه البطاطس. فبصوا عندي ايه اقسام كده في البيت، بس بحاول ارضي كل الاقسام. بس برضو انا بحتار وبتعب في التفكير في الاكل. يعني احنا النهارده اكلنا مثلا ورق عنب، هو كنت عامله له خلطه رز ببطاطس كده علشان مش بيحب ورق العنب. ف... فكل واحد بيبقى له مزاج في الاكل طبعا، وكل واحد آه يعني ايه، كل بيت بيبقى فيه حد كده لازم يحيرك. بصوا بقى صباع المحشي اللي وقع اتخطف في ثانيه. عايزه اقول لكم المحشي كان طالع جميل جدا جدا وبجد كان روعه. جربوه بطريقتي هتعجبكم. في ناس بقى بترصي بطاطس وطماطم وفلفل وحاجات زي كده في المحشي من تحت. انا ما برصش اي حاجه. في ناس برضو بعد ما بيخلصوا المحشي بيغطوا الحله من فوق كده، يضغطوها بطبق عشان ما يفكش. برضو انا ما بعملش ده والمحشي ما بيفكش. وطبعا انتوا شفتوا انا بلف المحشي ازاي، برضو بلفه على ايدي. في ناس بقى بتلفه بالمكنه، وناس بتلفه بالكيس، وناس بتلفه على طبق. فكل واحد بيبقى له طريقه، وكل واحد كل الطرق دي صح طبعا، بس كل واحد على حسب ما اتعود. المهم هنا بعد ما خلصت بقى البوتاجاز، كان بصراحه انا قرفت من البوتاجاز ده، ادعوا لي بجد اغيره عشان انا بجد قرفت منه. تعبت غسل وتنظيف فيه، وحاسه ان هو ما بيبانش عليه نظافه. هو ما فيهوش اي حاجه عطلانه، بس هو شكله بيتعبني نفسيا. فادعوا لي بقى ان انا اغيره قريب ان شاء الله. المهم يعني عملت ايه بقى، حسيت ان هو متوسخ جامد، قمت عامله الخلطه اللي انتوا شفتوها دي. الخلطه دي بديل السترس والماكسل والحاجات دي. طبعا انا انتوا اللي متابعني عارف ان انا بحط معلقه ملح ليمون، معلقه كربوناتو، معلقه كلور الوان، وبحط شويه خل وشويه بريل معين، وبس كده بحطهم. ولو عندك بقى اي دهون مستعصيه بتطلع في ثانيه زي ما انتوا شفتوا كده، دعكت يعني رميت اللي عليه ال الخلطه دي ودعكتها بسلكه ناعمه خالص، طلعت. بس وقلت بقى عشان يلمع وينضف معايا كده شويه بريل من بتوع المواعين كده، ومسكته دعكته كله بقى ونضفته. هو نضف لحد ما مش نظافه 100%. العيون عندي بجد انا تعبت منها، غيرتها وغيرت القواعد بتاعتها وبرضو بتتحرق كده. عايزين كل غسله امسكهم اقعد احطهم في محلول نقع واغسل فيهم وادعك فيهم لما بحس ان ايدي بتتشقق وبتتعب من كتر غسلهم. فبصراحه قلت بقى يعني انا هعمل اللي عليا فيه كده لحد ايه ما ربنا يسهل كده، واودعه واقول له مع السلامه واجيب واحد جديد بقى ايه ما يتعبنيش. بس مسكت الحوامل كمان هنا و... ونضفتها بقى. كنت حاسه ان عليها دهون وكده ايه، كنت كل مره مثلا بغسل بمسك اي فوطه عندي كده وبتبقى مثلا مبلوله خل ولا حاجه وبمسكها لمعها. المره دي بقى قلت ايه امسكها ادعكها كويس عشان ايه، انا بصراحه كنت قرفانه من البوتاجاز كله. بس وبعد ما بخلص اي حاجه بمسك الحوض بتاعي اغسله، علشان انا بحب دايما الحوض نضيف وبيلمع. بس خلصت كده وهروح بقى احط الحوامل بتاعي على البوتاجاز. وبس خلصت البوتاجاز بتاعي كده، وخلصت تقريبا مطبخي، وخلصت الشقه بره، والدنيا عندي نظيفه زي الفل. البوتاجاز المطبخ عندي هو بخلص الغدا واغسل المواعين الدنيا بتبقى عندي زي الفل كده. بس خلصت بقى وقلت ايه ولادي عايزين كركديه ساقع، هما بيحبوه جدا، عندي بنت الوسطانيه بتعشقه.
فكان عندي برطمان كده وانا بنضف المطبخ، لقيت فيه كركديه، فقلت اعمل لهم ايه حله كركديه محترمه كده واحطها في الفريزر بقى. طبعا بيبقوا راجعين من بره الجو حر جدا، عايزين حاجه ساقعه، فانا بفضل الكركديه احسن من الحاجه الساقعه بصراحه، عشان الصودا وعشان ايه عظمهم وكده. بس عملت حله الكركديه دي وسبتها لما هديت. قبل ما تهدى الاول بدوب فيها السكر. هي انا عايزه اقول لكم الحله دي خدت يجي نص كيلو سكر صدقوني، البرطمان ده نص كيلو هي خدته كله. بس سِبته طبعًا لمّا هدي خالص، خالص وبرد، وبدأت إيه، أصفّيه وأعبيه في أزايز بقى. بس وحطيته في التلاجة وهاطلّعه لكم كمان شوية كده، مشبّر بقى من الفريزر. وبعد في آخر اليوم كده طلّعت بصراحة وشربت أنا وجوزي. بنتي بقى كانت رايحة جاية على التلاجة كإنها يعني ما صدّقت لقت إيه، آآ أقول إيه، لقية، يعني عارفين اللي لقى لقية، هي كده، هي بتحبه جدًا. بس عملته بقى وخلّصته وخدته إيه على الفريزر على طول، ومسكت على طول الحاجة اللي استخدمتها نضّفت مكاني على طول، علشان لو فضلت أركّن هابُص ألاقي الحوض دوّة يعني إيه، هرم من المواعين. وأنا بقى إيه، في أيام كده ما باحبش أسيب فتفوتة في الحوض ولا في المطبخ، وباحب المطبخ دايمًا يبقى بيلمع زي ما أنتم شايفينه كده. وفي أوقات برضه بابقى مكسلة جدًا ومش قادرة أعمل حاجة، وباوريه لكم طبعًا بيبقى منظره عامل إزاي، فباضطر إن أنا أتعب فيه جامد. لكن كده أنا ما باحسش بتعب، أنا باقوم من النوم باحس إن المطبخ عندي رايق ونضيف ما فيهوش أي حاجة. لو على قد مثلًا قُمت لقيت جوزي فطران مثلًا حاطط صينية عليها طبقين وكوباية شاي وبتاع، بامسكهم أغسلهم على طول. وفي الوقت دوّة المطبخ عندي بيبقى زي الفل، باقف أشتغل فيه وأنا أعصابي رايقة. لكن لمّا باكسل بقى و وما انضفهوش بالليل قبل ما انام، باقوم الصبح أعصابي مشدودة، بافضل أزعق في ولادي، وبابقى نفسيتي وحشة جدًا، جدًا. فأحسن حاجة إنِك ما تناميش وتسيبي مطبخِك مش نضيف. بس أنا هنا حتى نضفت وخلصت، وكنت ناقعة الفوط بتاعة المطبخ في شوية كلور كده، مسكتها برضه إيه وغسلتها على إيدي وطلعت على طول نشرتها. وبس هنا بقى إيه، كان الكركديه بتاعي ساقع خالص وبقى متلج زي ما وريته لكم كده. وطلعت لجوزي كوباية كده بالليل وأنا كوباية، عايزة أقول لكم إن هو كان مبسوط جدًا، جدًا وعجبته أوي. جربوها هيعجبكم. ولحد هنا الفيديو خلص، أشوفكم على خير وأقول لكم مع السلامة، باي.